ازيكم؟ اهلا بكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا تريكه تسهل عليكم قوي طريقه عمل الخشاف بسرعه. يعني هنعمل تحضير كده كام حاجه هتخليه اسرع واحسن. وعايزه اقول لكم على تريكه كمان، لما نيجي يا جماعه نعمل الخشاف يا ريت نعمله من بالليل، يعني نعمله كده على السحور او بعد السحور لحد بقى الفطار. ليه بقى؟ ده بيخلي قمر الدين طعمه يتركز اكتر في الميه بتاعه البلح، وبيبقى طعمه احلى من ان احنا نعمله مثلا قبل الفطار بشويه، او مثلا على الظهر. لا، لما بيتعمل من بالليل من على السحور لحد ساعه الفطار لحد ساعه الاذان ان شاء الله، ده بيخليه طعمه احلى بكتير، وعن تجربه بصوا خطيره. طيب ايه اكتر حاجه بقى بتضايقني انا وانا بعمل الكشاف؟ تقطيع قمر الدين. يعني بياخد بقى وقت كتير قوي، فاهميني؟ ومجهود كمان. فانا قررت بقى السنه دي ان انا اقطع او اقطع لفه، تمام، على شكل مربعات زي ما انا ما بحتاج، وتبقى عندي جاهزه اخد منها بقى زي ما انا عايزه، بدل ما كل يوم اقعد اقطع في قمر الدين قد كده. فده هيسهل جدا القصه دي. سكينه او مقص اي حاجه، هتشوفي انت المكعب اللي انت حجم المكعب اللي انت عاوزاه كده على الكيس اللي هو على الكيس ده، مش بنشيله، ماشي تمام. ونعمل كده. المهم ان انا قمر الدين ده نعمة بصراحة، خطير كده، ماشي. وناخد المكعب التاني بالشكل ده. بصوا بقى، هيبقى عندك المكعب طبعا صغري تكبري براحتك. هيبقى كل اللفة لفتين بقى زي ما انت عايزة، 3 قطعيهم بالشكل ده، تمام. هقطع انا وارجع لكم. بصوا بقى، بعد ما قطعتها كلها مكعبات بعد جهد، انا يعني نهكت من كتر الموضوع. بصوا تبقى سهله بقى كده. نطلع كل مكعب، عايزين بقى تحطوهم في علبه فوق بعضهم، تمام. انا مش هعمل كده، انا هخليهم في الكيس بتاعهم ده زي ما هو. بس بس كده هي كده بقت عندي متقطعه خلاص. بقى انا هاخد منها بقى مكعبين بقى 3 على كل مره بعمل فيها البلح، وتبقى كده عندي منتهى الراحه. يعني الراحه. عايزين تفصصوا البلح؟ انا ما جربتش عشان بس مفتيش واقول اعمله كده وبتاع. لا، ما جربتش بصراحه ان انا افصص البلح كميه كبيره يعني واستخدمه، ما عملتش كده. بس هنعمل التين نفس القصه، هنقطعه وانتي ومتقطع. بس كده. بصوا قطعت التين برضو بالشكل ده. بصوا يا جماعه، قطعت التين والحاجات دي والمشمشيه بشكل رفيع او بشكل صغير، مكعبات صغيره، حطهم بقى في كيس نظيف. ليه بقى؟ لان احنا طبعا بنحط الخشاف ميه اكيد يعني، فالميه دي بتخليه ينفش كده، ينفش. فلما بينفش بتبقى اكبر من حجمها طبعا، فعشان لما تكبر عن حجمها تبقى برضو حجمها يعني ما يضايقش كده، يبقى حجمها معقول، بحيث ان هي برضو تتاكل في المعلقه زي ما هي كده، من غير يعني ما حد يتضايق بيبقى حابب يقطعها يعني على 2 يعني، تمام. بس انا كده عملت انجاز تاريخي في الخشاف. عندي 2 دول. بص رؤية بتحاول تقطع بالسكينه بتاعتها اللعبه. ف هقول قطعت الحاجات اللي انا بتاخد معايا وقت ومجهود. بقيت انا الخشاف بالنسبه لي يتعمل في 5 دقايق بس. البلح مش عارفه، لو حابين تفصصوا مثلا كميه تكفيكوا 3 4 ايام ممكن. اكتر من كده لا بلاش، يعني مثلا ما نجيبش كيلو بلح كله نروح عاملينه، لا ماشي. بس يا رب التركه تكون عجبتكم. اشوفكم على خير التركه الجايه. باي باي.